السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين الجمال ده؟ حلة بطاطس ترجعك كده وانتي راجعة من المدرسة كده وتلاقي والدتك عاملة شوية بطاطس حلوين كده وطعمين ومرملين. يعني رجعتكم. شوفي بقى كام سنة لورا. يلا بينا بسرعة نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. حلة على النار وهتحطي فيها الزيت والمادة الدهنية دي زي ما حضرتك تفضلي. انا بحب اعمل ميكس بين الثلاث حاجات، زيت وقطع من الدهن المبشور، دي اللي بتخلي التست بتاع الطعم بتاع امهاتنا واجدادنا. وبحب برضو احط حتة زبدة بلدي، انا بحب استخدم الزبدة اخف شوية من السمنة وبتبقى اطعم. طبعا زي ما قلتلك ده على حسب رغبتك والمتاح، بس انا بفضل ان ما نستخدمش عن الدهن بالذات لان هو اللي بيديني الطعم الجميل ده، خاصة لو مش هتعمليها على لحمة. الكلام ده كله بقى يسيح مع بعضه. هنزل عليه بطماطم مغسولة ومضروبة في الخلاط ومتصفية. عايزة طبيخك يا ست الكل يطلع ناعم وجميل، يبقى تصفي الطماطم وما تكسليش عن الخطوة دي، وكمان تصفيه بمصفى ضيقة خالص، مش تصفية وخلاص، لأ. شايفين الطماطم عاملة ازاي اصلا؟ نازلة ناعمة ما فيهاش اي حاجة شوائب خالص. ودي تاني تركة معانا تدينا صلصة ممتازة، ما حدش ينافسنا فيها. اللي في الشفشة الخلاط دي بقى شوية طماطم من المتصفيين دول، وانا ضربت فيهم معاهم يعني فلفلاية حمرا رومي كده. انا بجيب الفلفل الرومي ده الاحمر، بستخدمه بضربه كده مع الصلصة عشان يديني اللون الأحمر الجامد ده. انتوا عارفين اللي متابعني يعني ومشترك معايا في القناة هيعرف ان انا ما بستخدمش ابدا صلصة معلبة، لانها بتشوه الطعم وفيها مواد حافظة، يعني ما بحبهاش. نزلت بقى وهنزل بقى طبعا بالتوابل، بس التوابل بننزل بيها امتى؟ بعد ما الصلصة بتاعتنا تغلى، يعني تغلي كده على النار تبتدي بقى تنزلي بالتوابل علشان الصلصة ما تشرشبش منك وتعمل مية كده من الجناب. ادي رابع تركة علشان تطلعي يعني طبيخ صلصة محترم. البطاطس دي انا يعني جدتي ووالدتي ربنا يديها الصحة معلمينها لي ما بنحبش نحط لا توم ولا بصل ولا اي حاجة، بتبقى خفيفة وجميلة ومنجزة. بنعتمد في الاساس على الطعم الاصيل للصلصة اللي انت عاملاها. والتلات توابل طبعا اللي انتوا عارفيني ما بحبش اكتر التوابل في الاكل. نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود والكزبرة، ونص معلقة كمون، البطاطس بتحب الكمون. وظبطي الملح يا ست الكل على حسب رغبتك. وطبعا كيس مرق الدجاج او مكعب المتاح ليكي، وممكن تستغني عنه خالص، بس انا قلتلك ان انا مش هعملها بلحمة، انا عاملة البطاطس دي جنب فراخ. وتسيبي بقى الكلام ده كله يتسبك مع بعضيه. ما تسبكيش الصلصة بتاعتك على نار عالية قوي، لا، سيبي الحاجة تشرب من بعضها. شايفين انا هنا ما سبكتهاش قوي، يعني بقيلها مثلا حسبة 5 دقايق وتسبك. ليه بقى؟ انا هنزل هنا بالبطاطس علشان انا عايزة البطاطس تنزل ويكون فيه شوية سوائل في الصلصة، عشان انا مش بضيف الشوربة على الخضار على طول. وهنا بوريكي البطاطس لازم سمكها يكون تخين، لان انا بصراحة يعني اللي علمتني الحركة دي والدتي، كنت بصغر البطاطس خالص عشان تستوي بسرعة، بس بالعكس كانت بتأخر يا جماعة. فبقيت اعملها سمك تخين كده، بتطلع بقى البطاطس كده الحباية، يعني بالبلدي نقول عليها ايه، محملة كده.
وتبقى طعمها مرمل من جوه وتاخد اللون الاصفر زي الزبدة ده. وانزلي بقى في التسبيكة كده، وهنسيبها تطيب وتستوي من غير ولا نقطة شرب. احنا عايزين البطاطساية من جوه تاخد وتشرب من طعم التسبيكة والتوابل. حركة أساسية خلاص حفظتها معايا للي متابعني، ومعلش بكررها تاني للي أول مرة برضو يشوفني. قرن فلفل وده اختياري، ما تخافيش يا ست الكل لو عندك أطفال ما بيطلعش يعني الشطة بتاعته، لأ هو بس بيديني ريحة، بيخلي اللي يخبط على بابك أو جنبيكي ماشي في الشارع يعرف حضرتك انتي بتطبخي أكل عاملة شوية عظمة النهاردة. شايفين بعد ما استوت؟ هي كده استوت وانا ما حطيتش ولا نقطة شوربة ولا شاطت ولا حاجة، لان البطاطس هتنزل المية بتاعتها، وكمان كان في شوية برضو مية في التسبيكة. هي خلاص بقى شربت من التسبيكة كده وما شاء الله بقت جميلة ولفت وبقت حلوة. هبتدي بقى اضيف لها الشوربة، كبشتين شوربة كده على الماشي او مية لو حضرتك ما عندكيش شوربة. وهنسيبها برضو تاخد 5 دقايق كده تغلي مع بعضيها، والشوربة تمتزج مع المكونات دي. ويعني خلاص كده حضرتك بتبقي خلصتي الوجبة بتاعتك. شوفوا سهلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.